اليوم هتكلم عن كسوة الكعبة اللي مصر نالت تصنيع شرف كسوة الكعبة 7 قرون 700 سنة، وكسوة الكعبة كانت تخرج من مصر أم الدنيا. سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق هو اللي طلب إن كسوة الكعبة تاجي من مصر أم الدنيا، لأن كان فيها أجود أنواع الأقمشة والحرير. وكسوة الكعبة لما كانت تخرج من مصر كانت تخرج بزفة محملة كده على جمل، وكان يحضرها كبراء البلد. بالبلدي بالعامية كانوا يقول لك كل يوم عيد، لأن المحمل طالع من مصر أم الدنيا. وكسوة الكعبة اتعمل لها دار مخصوص اسمه دار الكسوة في حي الخرنفش في الجمالية سنة 1816. وآخر كسوة كعبة طلعت من مصر سنة 1962، لكن رجعت قبل ما توصل المملكة. كانت في شوية خلافات سياسية بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل. قال لك احنا خلاص مش عاوزين حاجة من حد، ربنا عطانا يعني. ده حتى التكية المصرية اللي كانت واحدة في مكة والثانية في المدينة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، اللي تأسست سنة 1811، هدموها سنة 1983. وكالعادة قال لك احنا مش عاوزين حاجة من حد، ربنا عطانا يعني. لكن اوعى تنسى، مهما ربنا عطاك احنا الأساس مصر، وما أدراك ما مصر. واستقيموا يرحمكم الله.